بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. أهلا بكم أخواننا الكرام ومع الحلقة الثالثة، ونستمر في موضوع الإعلام نظرا لأهميته الشديدة. في هناك بعض الاستراتيجيات أو بعض الأساطير التي قيلت حول الإعلام. هذه الأساطير تستخدمها النخبة للسيطرة على العالم، بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1938 وحتى الآن. احنا بنأكد على هذه الأشياء لخطورتها، لأن الأمر خطير جدا وإن أثر الإعلام شديد، فبالتالي لابد إن احنا بنعمل عملية تحرر أو تحرير للنخبة من سيطرة الإعلام عليها. احنا خسرنا كتير جدا بسبب الإعلام، بسبب الانفتاح الإعلامي. قضايانا كتير جدا ضاعت مننا وتاهت مننا بسبب الضجة الإعلامية التي تحاصرنا من آن لآخر. على كل المستويات نحن نخسر كثيرا بسبب هذا الإعلام، إلا القليل النادر الذي يستطيع أن يميز وأن يشق طريقه بعيدا عن سيطرة الإعلام. هناك 5 أساطير هتكون موضوع الحلقة، وإن شاء الله نحاول تكون الحلقة خفيفة وظريفة ووقتها قليل، على أساس يبقى مفيش حد يزهق، وإن احنا بنتكلم في مواضيع أكاديمية بنحاول إن احنا نبسط المعلومة دون تسطيح، فإن شاء الله المعنى يوصل للكل. اللي هي أسطورة الفردية والاختيار الشخصي. دي أسطورة من الأساطير اللي عممها الإعلاميين في أمريكا، إن هما بيهتموا بالفرد، بيهتموا برفاهية الفرد، وإن الفرد ده أساس شغلهم، وكانوا بيلعبوا على الحتة دي كتير جدا على أساس يقدروا يسيطروا على الفرد. وفي الحقيقة هما ليس هناك ما يسمى بالفردية والاختيار الشخصي. لا، ليس هناك للفرد أي اختيار في أي شيء، هو بالعكس ده هو مجبر إن هو اختياراته لا يستطيع إن هو يحددها. الفردية ديت الهدف منها هو منع أي تجمعات يمكن أن تعارض الحكم في أي دولة، إن هو يعمل على التشتيت والتفتيت، إن تكون أهداف وطموحات وأمال الناس كلها أهداف وطموحات فردية. إن يكون هدفي إن أنا يبقى ليا بيت كويس، ليا سيارة كويسة، ليا عيشة منفصلة. حتى على المستوى الأسري داخل المجتمعات الغربية والأمريكية هذه النزعة موجودة داخل الأسر نفسها، جوه الأسرة نفسها. حتى لو في أسرة مترابطة نوعا ما، بتجد إن الفردية والأنانية ده شيء موجود ومترسخ في الذهنية الموجودة، نتيجة إن الإعلام بيضرب على هذا الوتر حتى يستطيع السيطرة على المجتمع. مثلا بتجد إن بريطانيا عملت تحقيق مزعج للغاية، إن في الأسر الموجودة حاليا إن الزوج والزوجة كل واحد مسؤول عن نص تكاليف المعيشة، وإن في كثير من الزوجات لا يستطيعن توفير ما عليهن من واجبات، واضطررن أن هم يبيعن أجسادهن في مقابل الإيفاء بالتزاماتهم في الحياة الأسرية، ويكون ذلك كمان بعلم أزواج. شوف وصلوا الفردية لحد فين. هم حاولوا يطبقوا هذه النظرية على المجتمعات الإسلامية أو العربية بأي شكل من الأشكال، وإحنا شفنا المونديال كانوا بيحاولوا ان هم ييجوا بموضوع انحلال الاسره، وان يبقى في انحلال واللي جاي عامل كده واللي جاي عامل كده. كانوا بيروجوا لشيء ما ان يحصل تفكك اسري، ولكن قوبلوا برفض كبير وشديد جدا. اي تجمع مقصود الضرب فيه وتفتيته على جميع المستويات، وبنجد ان احنا خسرنا كتير بسبب هذا الموضوع. ان احنا الاهداف الاستراتيجيه للكيانات الموجوده في المجتمع العربي بدات تضرب من العمق، ان كل واحد يبص لنفسه ويبص لحاله ويبص لمصلحته ويبص لشخصنته، وأصبح فيه نوع من الضرب في العمق حتى تفتت هذه التجمعات الكبيرة التي تحمل مشروع. في الأول ينزل شائعة ما بينتج عنها اهتزاز الثقة، بينتج عنها التراشق، بينتج عنها الانفصال، بينتج عنها عدم الخضوع للمؤسسات التي تحكم الجماعات الكبيرة. وشوية شوية تنازلوا، كل الأفراد تنازلت عن الهدف الاستراتيجي للكيان الموجود. بعد كده أصبح كل واحد متحوصل حول نفسه إن هو أحق بحاجات كتيرة من غيره.
وغيره. طبعا الفردية دي بتخدم المشروع الكبير التي تسيطر عليه أوروبا وأمريكا، اللي هي من خلال السيطرة على العالم. طبعا دي أسطورة بتغذى دايما، وإن الفرد في البلد ديت يعني إلى حد ما هوش حاسس إن هو بيتلعب عليه كتير. برضه الفردية لما تيجي تشوف مثلا في المونديال، إن لما الأرجنتين فازت يقول لك فاز ميسي، وكأن يعني المنتخب ده مالوش، منتخب الأرجنتين ده بحاله ما عملش أي جهد وما بذلش أي جهد. طب فين ميسي؟ يعني ميسي هو اصبح هو اللي كاس العالم، كاس العالم بقى اصبح ميسي. في تعميق شديد لموضوع الفرديه، خصوصا حتى ان الارجنتين يعني تعاني معاناه اقتصاديه رهيبه جدا، فهم بيحاولوا يوصلوا هذا المعنى ان طالما في فرديه في الكوره في فرديه في الحكم وفي استبداد. يعني المعايير والمظاهر الفرديه الموجوده في العالم كتير جدا، واحنا للاسف ساعات حتى بعض المعلقين والمحللين الرياضيين بيتماهوا مع هذا الامر، يقول لك ميسي هو الارجنتين والارجنتين هي ميسي. طبعا طيب والباقي فين؟ دي قيم واخلاقيات يعني ما هياش مفيده للمجتمع. صورة الحياد. صورة الحياد يعني ايه؟ ان يقول لك ان الاعلام بتاعنا اعلام محايد. يعني ايه اعلام محايد؟ يعني ملوش في الصراعات، ما هواش اعلام بيميل الى السلطة، ولكنه يستطيع ان هو ينتقد السلطة ويستطيع يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. طبعا هذا الامر يعني جملة وتفصيلا يعني يرد عليه من كذا ناحية، لان تجد ان في بعض القنوات الاعلامية كانت دايما في صف مين؟ اللي هو الرئيس ترامب، وقنوات اعلامية اخرى كانت في جانب وكان سبب رئيسي في فوز الرئيس أوباما في معركة الانتخابية. لما انضم إليه بعض مشاهير الإعلام والميديا زادت شعبيته. فتيجي برضو في بعض الأحداث اللي عدت علينا هنا، لما تيجي مثلا موضوع زي موضوع الحصار أيام قطر لما كانت محاصرة، تيجي تشوف بقى الأداء الإعلامي والتراشق بين قناة الجزيرة وقناة العربية، مفيش حيادية خالص. يعني ما تقولش إن في حيادية على الإطلاق. يعني قطر كانت بتدافع عن وجودها، وقناة العربية كانت بتدافع عن حق المحور اللي كان محاصر قطر. يعني فين الحيادية؟ مفيش أي حيادية. ده هو اللي لما يخدم الإعلام ممولي فلا إعلام، ده قولا واحدا. والنماذج كتيرة جدا برضو. موضوع اللي هو الصحفي السعودي اللي قتل في تركيا، كيف تم تناوله وكيف ضاع حق هذا الرجل بين الإعلام والسياسة، وكان مجرد ورقة ضغط تم الاستفادة منها على وجوه كثيرة في أطراف كثيرة استفادت منه، وبعد كده تأجل وأصبح صندوق أسود يطلع وقت ما يطلع. فهو الحيادية ده شيء ان انت تقنع المجتمع بتاعك ان في سلطة اسمها السلطة الثالثة اللي هو الاعلام. طبعا هو لا سلطة ولا شيء، هو موجه قولا واحدا من الممول. هنيجي برضو للأسطورة اللي هي الثالثة، اللي هي أسطورة الطبيعة الإنسانية. الطبيعة الإنسانية للمكون الاجتماعي. يعني ايه الكلام ده؟ بيروجوا له ازاي؟ لو انت كنت غني فده من طبيعه الطبيعه الانسانيه اللي احنا موجودين عليها، هيبقى في غني طبيعي، يبقى في فقير طبيعي، ده موجود. فما فيش اي صراع، ما يبقاش في نوع من الاصطدام، لان دي طبيعه. الطبيعه هي اللي بتعمل كده، والطبيعه ثابته ما ينفعش ان انت تثور عليها. فبالتالي جعل كل واحد يعني يوافق على الظلم اللي هو بيتعرض له. ليه؟ لأن اللي حاصل ده ما هواش نتيجة ظلم، لا ده نتيجة طبيعة إنسانية. وصحيح ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسانية متفاوتة، ولكن ليست متظالمة، لأن في نوع من الظلم الاجتماعي الرهيب اللي هي الرأسمالية التي تمتص يعني الشعوب والتي تدهس الفقير. ده هو المشروع بتاعها، إن الفقير يرضى بالفقر اللي هو فيه. ده ما هوش فعل طبيعة، ده فعل إجرام. يعني لما تيجي تشوف النتاج اللي بيحصل، إن أنت عاوز توصل الناس لدرجة القناعة إن هو فقير عشان الطبيعة عايزة كده. لا، هو مش عشان الطبيعة عاوزة كده، علشان في سيطرة أباطرة رأس المال والنظام العالمي الرأسمالي هو اللي عاوز يبقى كده، هو اللي عاوز يسيطر على الدنيا كلها، واللي عاوز يسحق كثير من البشر في سبيل سعادتهم وفئة معينة. يعني لما تيجي تشوف يعني كم المليارديرات الموجودين في العالم، كم ملياردير موجود في العالم في مقابل كم فقير موجود في العالم، كم سحق لهذه البشرية، هتجد
تباين كبير ورهيب جدا في المستويات المعيشية، وده اللي بيفرضه الرأسمالية المتحكمة في كل شيء. وقالوا إن الإعلام سلطة، والسلطة دي تشترى، تباع وتشترى، فهم اشتروها. وبالتالي بدأوا إن هم يروجوا للمشروع بتاعهم اللي هو الرأسمالي اللي بيسحق الجميع. الأسطورة اللي بعد كده اللي هي الأسطورة الرابعة، أسطورة غياب الصراع الاجتماعي. إن هو مفيش أي صراع اجتماعي موجود. الإعلام بيصور إن في هدوء، في هدوء تام. حتى لما تيجي مثلا تشوف ناشونال جرافيك وتيجي وناس كتير جدا معجبين بيها، هي بتعرض للناس الطبيعة الخلابة مثلا في أفريقيا، الطبيعة الخلابة في مالي، لا مش عارف في نيجيريا، لا مش عارف إيه، ومناظر الخضرة والجبال إنما يتعرض للصراع الموجود والاحتلال الموجود، لا ما فيش حاجة اسمها صراع، ما فيش صراع. تيجي على الداخل الأمريكي، إن هو رغم إن أفلام العنف هي الأكثر مبيعا في شباك التذاكر، لكنها لا تكرس لموضوع ان في عنف داخل المجتمع. وبالرغم ان في عنصريه شديده موجوده، وهي على فوق يعني فوق صفيح الساخن، وتنفجر في اي وقت، الا ان الاعلام يهدئ ويسكن من تلك الثوره ويتحكم فيها. يعني اللي كانت بتحصل الانتفاضات السود قبل كده، الاعلام سريعا ما يتخطاها ما يتجاوزها. ده يعني لما تيجي تشوف يعني حتى في الافلام، وحتى في افلام الكرتون، هو بيتسوق لهذا الموضوع ان مفيش حاجه، مفيش صراع موجود، والدنيا حلوه، وافريقيا حلوه وجميله هيت، وفيها بحار وفيها انهار، مفيش فيها احتلال ولا اي شيء. فده برضو نوع من السيطره داخليا وخارجيا، بدليل ان الناس اللي جم في كاس العالم واصابهم الدهشه كان لديهم قناعات مغلوطه حول المجتمع العربي بصوره سيئه جدا. لما جم حصل لهم نوع من الاندهاش ونوع من الانبهار ونوع من التأثر كبير جدا، أدى ذلك في النهاية إن هو لن يغيب عن خيالاتهم إن هم كان مضحوك عليهم، وإن في حضارة تانية تستطيع إن هي تحتوي الجميع، إن هم يعني من أشد الانبساط والفرح بهذا التجمع، وتأثيراته ستظهر في الأيام اللي جاية. ولكن بقى الشطارة بقى إن كيف نستفيد مما حدث. لازم يكون لنا رؤية، مجموعة تحمل رؤية إن هي في أصبح لك أرضية موجودة في العالم، إن العرب صورتهم الذهنية بسبب هذا المونديال بدأت تصحح على المستوى العالمي. فالأسطورة دي اللي هو الصراع الاجتماعي هتبدأ تزول. ليه؟ لأن كان في صراع من ناحيتين، صراع من ناحية المعلومات، إن الشعوب الغربية كانت محرومة من المعلومات الصحيحة، صراع من ناحية الثقافة نفسها ومدى قبولها، إن في قبول لهذه الثقافة. فبالتالي احنا دورنا لما بعد المونديال، مع انها كورة تمام وانها ملهاه، ولكن المردود بتاعها انقلب السحر على الساحر زي ما بيقول. فاحنا عاوزين نستفيد من هذه الادوات التي يتم السيطرة على الشعوب، ان الشعوب تسيطر على من يعني يتمسكون بتلك الآلة الرهيبة. الأسطورة الخامسة والأخيرة، التعددية الإعلامية. طبعا التعددية الإعلامية دي برضو يعني لما تيجي تشوف، يعني بلد زي أمريكا فيها حوالي 7500 محطة إذاعية، 7500 على كم هائل من الجرايد، وكم هائل من قنوات اليوتيوب، وعندهم يعني إعلام متسع للغاية، يعني ومتنوع للغاية. ولكن برضو دي أسطورة، لأن الكثرة ديت مهلكة بالنسبة للمتلقي. إن هو لما تيجي تشوف يعني هذا التنوع، هل هو تنوع حقيقي ولا تنوع في الأداء فقط لا غير؟ يعني لما تيجي تشوف مثلا، يعني مثلا يعني الموضوعات التي تتناولها 100 قناة أو 50 قناة أو 40 قناة أو 30 قناة، هتلاقي هو الموضوع واحد مع اختلاف التناول. تلاقي مثلا مجموعات قنوات الأفلام، عيش بقى في الأفلام زي ما أنت عايش. طيب وفي الآخر مجموعات اللي مش عارف حاجات وثائقية، عيش في وثائقي زي ما أنت عايش. مجموعات مش عارف إيه. يا عم أنا بدور على حاجة واحدة ولا اتنين يعني. يعني الحيرة والتشتت مع هذا التعدد والتنوع. طبعا هو التنوع ضار جدا بالكثرة من الشعب، ولكن يستفيد منه القلة القليلة اللي تستطيع إن هي تختار، واللي بيختاروا ده قليل جدا، وعلى ما يختار بيتوه أصلا. فهو
في النهاية المنظومة الإعلامية بيتحكم فيها واحد في الآخر، مع ضمان هذا التنوع القصد منه التشتيت. الأمر الثاني في نفس الوقت إن موضوعات التنوع دي ما هيش موضوعات تحدث تغيير في المجتمع. يعني كل القنوات مع كثرتها وتعددها ليست من البرامج التي تعطي الهمة وتدفع الأفراد إن هم يغيروا من حياتهم أو كيانهم. ده بالعكس، ده بتعمل على التثبيط وبتعمل على الخمول العقلي. تلاقي يعني أي حد بيتابع الإعلام وبيتابع القنوات تلاقيه قايم مهدود، يعني ما هوش قادر يعمل أي حاجة، مش قادر يفتح عينه، يعني مش قادر تغمض عينيه، يعني مستهلك إلى أبعد درجة. وتيجي تشوف المحصلة في النهاية، عنده خمول ذهني وعنده خمول بدني، وقتلت وجعلته مستسلم للواقع ولا يستطيع أن هو يغير في الواقع. دي التعددية اللي هم بيفرحوا فيها، واللي هم بيقولوا إن في تعددية إعلامية. لما تيجي مثلا مثال زي مصر، شوف يعني مدينة إنتاج إعلامي كاملة، ولكن يديرها سامسونج واحد. يقول لك تعددية، تعددية إيه؟ وهو التعددية ده وهم يعيشه الكثير من الناس. طبعا احنا بنتكلم على الموضوعات ديت لأنها يعني موضوعات يعني بتسحب الإنسان من طموحاته وآماله وأفكاره وغاياته سحبا بطيئا وهادئا، بل وتجبره في حين من الأحيان أن يعتذر وأن يتراجع وأن يتمتع بالسلبية وأن يشعر باليأس والإحباط. وده اللي حاصل دلوقتي، احنا هنتعرض له بالتفصيل في الأيام اللي جاية. كل ده تمهيد للمحتوى الرئيسي للقناة، بس احنا حبينا بس نلقي الضوء الإعلام وكيف نتصرف معاه، وإيه اللي بيحصل معانا في الإعلام، وإيه يعني مدى تأثيره ومدى خطورته حتى على النخبة اللي هي مأمول فيها إنها تتغير. هذه النخبة مسيطر عليها بطريقة لابد إن احنا نبدأ نتحرر. ليه نتحرر؟ يعني ما تجيش انت مثلا موجود في تجمع كبير او كيان كبير وتاخد اخباره من الاعلام. انت يعني حتى في حاجه اسمها مصادر الخبر، مصدر الخبر في مصدر قريب وفي مصدر بعيد. المصدر الاقرب لك لو انت في تجمع كبير اللي هو المؤسسه اللي انت فيها، المصدر البعيد اللي هو الاعلام. ولكن احنا ساعات بنستسهل المصدر البعيد عن المصدر القريب. ده اللي حاصل الاشكاليه دلوقتي، ان كل معلوماتنا حتى عن كياناتنا اللي احنا موجودين فيها بناخدها من الاعلام، وبالتالي دي الكارثه والنكسه الكبيره. انما ان احنا نرجع ونؤمن بكياناتنا ويؤمن بتواجدنا في تجمع كبير له مؤسساته التي يمكن ان نرجع اليها، يعني ده اصبح شيء صعب ان انت تقنع به الناس دلوقتي. يا سيدي ارجع للمؤسسه اللي انت فيها، للشركه اللي انت فيها، للحزب اللي انت فيه، للجماعه اللي انت فيها، خذ اخبارك موثوقه منها ولا تاخذها من الاعلام، ولا تدير مؤسستك من الاعلام. دي اشكاليه كبيره ادت الى ظهور امراض كثيره جدا. احنا ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم هنتعرض بعد كده برضو لاشياء بسيطه في الاعلام، بعد كده نخش على الكم الهائل من الأكاذيب التي تعرضنا لها خلال من 2010 حتى الآن. والحلم بدأ يروح مننا وبدأ يسرق مننا على مستوى الوطن العربي كله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الحلقة عجبتكم ويكون الأسلوب بتاعها شوية يعني خفيف، لأن احنا بنتكلم في موضوعات أكاديمية، بنحاول إن احنا نبسط وفي نفس الوقت ما نخرجش عن الإطار العلمي. ما تنسوش دعمكم واشتراككم علشان الانتشار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.